السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يستهل مشواره الأفريقي بخسارة من الهلال السوداني في درمان 1-0 من خطأ ساذج ما بين محمد الشناوي وما بين الكابتن محمد هاني. شايلتنا أول 3 نقط من الهلال في ملعب السودان. وده يا جماعة الأهلي يعني طبيعي آخر سنتين تلاتة الأهلي برضه بيبدأ متعودنا على البدايات السيئة دي في أفريقيا. لكن انا بقول لكم، انا كان واحد مشجعي النادي الاهلي، انا مش قلقان على النادي الاهلي. الاهلي حتى لو بقول لكم، لو خسر ماتشين صن داونز رايح جاي، فزت بس على الهلال هنا والقطن الكاميروني رايح جاي فزت عليهم، لما جبت 9 نقط، انا بقول لكم لا الهلال ولا القطن الكاميروني هيوصل للنقطه 9. فانا مش قلقان على النادي الاهلي لكن نحلل مباراه النهارده. يعني ايه اسباب خساره الاهلي من الهلال السوداني النهارده؟ مبدئيا التشكيله، انا شايف تشكيله مقبوله من كابتن مارسيل كولر. التشكيله اللي بدأ بيها اذا كان 4 2 3 1، حمدي فتحي وعلي دانجو كان في نص الملعب، قدامهم حسين الشحات مركز 10، كان على يمينه الطاهر اللي مش موجود خالص بقاله فتره، مش موجود، فما بيعملوش اي دور في النادي الاهلي. كان على الشمال عبد القادر، راس حربه بيرسي تاو اللي انا بقول لكم انا رايي انه كان مظلوم النهارده. يعني ما جاتش اي كوره عشان نحكم عليه النهارده على بيرسي تاو. وبعدها نزل مكانه محمد شريف برده ما جاتلوش اي كوره. يعني الكرة اللي ضايعة منك كانت من حسين الشحات او بيلعب جناح. كرة طبيعية، انت راجل لميتها وعملت السهل، انت عملت سهلتها على نفسك ان انت لميتها، ما لعبتهاش من لمسة واحدة. حطها بقى في الجون، انت من يعني الكرة كانت سهلة جدا، تحطها في اي مكان في الجون كانت هتدخل. يعني كرة سهلة من حسين الشحات كانت خلصت المباراة، كانت في الدقيقة الرابعة، كانت سهلت علينا المباراة بدري بدري. كانت صعبتها على الهلال، كان هم ممكن فكوا دفاعاتهم، كانت المباراة هتبقى اسهل علينا. فانا شايف ان الاخطاء فرديه. خطا فردي ليه بقى يا جماعه؟ الخطا الهدف اللي دخل في الاهلي من محمد الشناوي ومحمد هاني ليه؟ طبيعي كله هيقول محمد الشناوي، الكره كانت ثابته، بس كنا شايفين الشناوي حاطط ايده على راسه، يعني انه مش شايف الكوره من الشمس. لكن هي بعيده عن كده، طبعا الخطا من محمد الشناوي يشيلها، لان الكوره حتى كان مستواه مش عالي، مثلا نقول انها كانت تحت العرض، ده كانت مستواه واطي جدا. بس يعني انا رايي متاكد ان هو ما شافها، الكوره مش باينه بالنسبه له، ان الكره زي دي ما تاخدش في محمد الشناوي ولا في اي حارس في الدوري. لكن خطا محمد ايه هنا يا جماعه؟ ايه في الكره دي؟ ان الكره كانت سهله على حدود الكره، شايفها على حدود المنطقه، والكره انت وياسر ابراهيم قابلين على اللاعب، ليه تعمل فاول في مكان زي ده؟ فانا غلطه بالنسبه لي، غلطه محمد هاني غلطه، وغلطه كبيره كمان. يعني انت راجل دولي، وكره زي دي يعني الكره الثابته دي ممكن هدي قلشه بتاع تيجي جون، فانت كره زي دي وانت معاك ياسر ابراهيم قابلين عليه، ليه تعمل فاول في مكان زي ده؟ مبروك، انا شايف ان غلط فيها في محمد هاني، مشترك فيها لانه السبب في الفاول اللي دخل منه الهدف. ومحمد الشناوي طبعا يشيل النسبه الاكبر، لان الكره سهله في حارس مصر الاول. بس انا بقول لكم انا رايي ان هو ما كانش شايف الكره اساسا، الكره دي زي دي ما تخش في اي حارس مبتدئ اساسا. لكن التشكيله بتاعت المسؤول عنها كولر، انا شايفها تشكيله طبيعيه، والشوط الاول كان ماشي طبيعي، وزي طبيعه ماتشاتنا طول عمرها في درمان في السودان، ماتشات كلها بتبقى صعبه. انت لاعب قبل المباراه دي 5 مباريات، متعادل 4 ومهزوم مباراه، والمباراه اللي انت مهزومها دي مهزومه 3-0 في الجيل الذهبي للنادي الاهلي ايام ابو تريكه وبركات ووائل جمعه. فانا بقول لكم هو الملعب ده الاهلي ما بيعرفش يلعب كورته عليه، رطوبه عاليه بقى والاجواء هناك مش مثاليه. فبقول لكم ان الاهلي كان مش يلعب الكوره اللي انت منتظرها، ده كان شيء كان متوقع، خصوصا انت برضو جاي من كاس العالم للانديه، فانت طبيعي ان المستوى هينزل. فعلى سوء حظنا ان انت جيت من الكاس العالم للانديه على السودان على طول، مباراه صعبه زي دي ومعروف الهلال تقريبا يعني في ماتشات الاهلي بيبقى مركز بزياده، بيبقى في روح زياده، في حماس، ده هتشوف قدام القطن الكاميروني والصن داونز مش هتلاقي الاداء ده. بس بقول لكم كان طبيعي ان الاهلي مستواه ينزل، لكن الخطا اللي يشيل مباراه زي دي واحد الشناوي، رقم واحد بالنسبه له هو محمد الشناوي، خطا ساذج. بس بقول لكم هو ما شافهاش، انا رايي ان هو ما شافهاش، لانه كان الكوره بتتلعب لو تلاحظوا كله كان حاطط ايده على دماغه ان هو مش شايف الكوره من قبل الكوره ما تتلعب. فهو فهو المباراه يعني المميزات اللي انا شايف اللي ممكن الاهلي طلع بيها المكاسب الوحيده هو محمد اشرف والقندوس، خصوصا القندوس بامانه لاعب بان ان هو لمسته فعلا هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي. ومحمد اشرف في الجانب الشمال نزل، شفناه بيزيد وبيحاول، بس اجواء المباراه مش مساعداه. ده اللي كنت بطالب بيه كولر من ايام ما كنت في الدوله، ما كنا نلعب مباريات سهله وكانت خلصت زي البنك الاهلي. قلت ليه مباراه زي دي ما كانش يلعب محمد اشرف؟ اديك لعبته النهارده في مباراه مهمه، كان لو علي معلول واقف على رجله عمرك ما كنت هتغيره. ده اللي بطالب بيه من زمان، واحد زي علي معلول ده المباراه ما تبقى خلصانه ريحه. اديك جيت في مباراه صعبه زي النهارده الهلال وانت مغلوب غصب عنك غيرته انه مش قادر يقف على رجله. وده اللي كنت بقوله من زمان، لازم علي معلول ده يغير. هيغيروا في اي ماتش انت مخلصه غيره اول تغيير علي معلول ده. يا جماعه ده بقول لكم 34 سنه والمركز اللي هو بيلعب فيه مطلوب منه مجهود بدني كبير. اديك مباراه زي النهارده انت حسيت ان هو مش قادر تطلعك، مع ان مباراه انت مهزوم فيها ومحتاج الاداء الهجومي من علي معلول، لكن انت مش لاقيه بسبب ان انت ضاغط عليه كل المباريات، انت بتريحوش خالص علي معلول من اول الموسم.
انت المباراه حتى الوحيده اللي غابها لعبت خالد عبد الفتاح باك شمال، ما اديتش لمحمد اشرف اللي شكله خامه كويس. وان شاء الله تبقى بدايه خل محمد اشرف، ويبدا بقى ياخد فرصته في مباراه، مثلا اي مباراه تكون سهله على النادي الاهلي متسهله، تيجي مديله اخر نص ساعه اخر ربع ساعه، ومنها تريح علي معلول الماتشات الكبيره. انت لسه داخل على مباريات كبيره كتير، يعني انت الشهر ده كله هتلعب سبت وثلاث، سبت افريقيا، وهيبقى عندك 3 مباريات محليه. يعني انت عندك يوم الثلاث الجاي اسوان، بعده السبت اللي بعده صن داونز في مصر. لكن بقول لكم انا مش بقى، حتى بعد الخساره دي أنا مش قلقان على النادي الاهلي. الاهلي ان شاء الله هيعبر لدور الثمانيه مستريح. بقول لكم لا القطن الكاميروني ولا الهلال السوداني يقلقوني. الاهلي ان شاء الله بالقليل هيلم ال9 نقط دول مستريح ان شاء الله، اذا كان ماتشين القطن او ماتش الهلال في مصر. بقول لكم، وحتى بقول لكم ما هيغموا ان شاء الله هيفوز على الصن داونز في مصر بقى، بس بقول لكم باسوء الفروض، انت حتى لو ما فزتش على الصن داونز على ملعبك. بقول لكم الاهلي ان شاء الله كده كده هيعبر لدور الثمانيه. لكن اللي زعل النهارده اللعيبه الفرديه، اخطاء الفرديه كترت في النادي الاهلي. محمد الشناوي الهدف الاول بعد خطا ساذج تاني من محمد هاني، فاول ملوش لازمه في مكان صعب زي ده. الخطا الثاني من حمدي فتحي اللي لاعب تسبب في ضربه جزاء، اللاعب لم سهله جدا، وخطا ما يقعش في واحد زي حمدي فتحي. لكن حمدي فتحي النهارده كان بره الخدمه، هو اليو ديانج تماما، ما كانوش موجودين في ارض الملعب. لكن بقول لكم طول عمرنا في ماتشاتنا في السودان الاهلي ما بيبقاش موجود، الاهلي ما بيبقاش، تحسوش كده انه واقف على رجله، مش يعني ايه، ما تحسوش ان هو مركز كده من اللعب، مش واقف على رجله، ما بتلعبش تلعب كورتك. لو الرطوبه بقى الاجواء ما تفهمش، بس طول عمرنا في السودان الاهلي ما بيلعبش كوره كويس. بقول لكم في الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه مغلوبين 3-0 في السودان، كان حتى بيدربهم وقتها ريكاردو اللي بيدرب المريخ السوداني حاليا. كان عندهم 2 راس حربه، جودوين وكليتش، لو اللي متابعين الاهلي من زمان عارفين الاثنين دويتو الهجومي ده. حتى جودوين ده جه الاسماعيلي بعدها مع ريكاردو، جابوا معاه الاسماعيلي ولعب كام سنه في الاسماعيلي. فبقول لكم طول عمرنا في السودان ماتشات بتبقى صعبه. لكن 1-0 وانت لسه راجع من كاس العالم للانديه ولاعيبه كتير ما كانتش النهارده في الفورمه، انا شايفها نتيجه مقبوله، بس اللعيبه بقت تفوق يعني. لكن يعني الدنيا مش ما ضاعتش ولا حاجه، انت طبيعي ماتش في افريقيا معرض تخسر طبيعي، ولكن الاداء الفردي من بعض اللعيبه اللي يزعل، واحد زي محمد الشناوي الخطا اللي دخل فيه، كرة حمدي فتحي اللي سببت في ضربة جزاء، محمد هاني، حسين الشحات جاي له كرة في الدقيقة الرابعة المفروض تيجي، يعني كلها حاجات يا جماعة دي ما تشيلهاش المدير الفني تمام. اللي انا شايلها الكولر النهارده تاني طاهر محمد طاهر، يعني الراجل انت ما بيعملش حاجة طول المباراة وبتلعب برضه 90 دقيقة. مباراة الفلامينجو لعبته 90 دقيقة، النهارده بتلعبه 90 دقيقة ومش موجود في أرض الملعب تماما. ما تسيب حسين الشحات أحسن منه على الأقل، ممكن يعمل لك حاجة، لكن طاهر مفيش خالص. يعني طاهر خطورته الوحيدة جت اما راح في الجانب الايمن كده، عدى بكام كوره. بقول لكم يعني هو اللاعب ده مع ظهير ايمن، والله طاهر محمد طاهر ده ما هينفع في الاهلي غير ظهير ايمن، لكن جناح مش هيبقى له اي دور. قلت لكم طاهر محمد طاهر. لكن الحاجه المبشره النهارده زي ما قلت لكم القندوسي ده بان اللي جات له اكتر من كوره، بامانه لمسته عاليه جدا، ولاعب ان شاء الله هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي. وتذكروا كلامي ده، القندوسي هيبقى من اعمده النادي الاهلي. محمد اشرف بامانه خامه، باين انها خامه كويسه، بس عايز مباريات طبعا عشان نعرف نحكم عليه ويعرف يبان مستواه، لاعب كده عظمه ينشف في النادي الاهلي. لكن بامانه دول المكسبين. بعيدا عن كده اللعيبه لازم كل واحد يقعد مع نفسه يا جماعه شويه في حته الاخطاء الفرديه. يعني حسين الشحات اللي انت جبتها جون كنت سهلت المباراه. محمد الشناوي بقول لكم، بس مش عايز اشيلها له عشان بقول لكم هو باين هو ما كانش شايف الكوره. ومحمد هاني الاخطاء اللي برضه غلط يعني الكوره غير الكوره دي برضه محمد هاني نفس الخطا، عمل فاول برضه ساذج. بقول لكم يا جماعه على حدود المنطقه اللعيبه المفروض تاخد بالها، ما تبلاش اخطاء على حدود منطقه الجزاء، لان الكوره الثابته ممكن انت ذاتك لو هو حتى ما جابهاش انت تجيبها في نفسك بيهد الكوره تقلش بتاع، فانت ليه تحط نفسك انت في موقف زي ده في كوره ثابته على حدود المنطقه. فبقول لكم محمد هاني خطا انا شايفه خطا ساذج، يشيل فيه نسبه كبيره في الهدف. لكن الاهلي بقول لكم موقفه ان شاء الله انا مطمن على النادي الاهلي، واللي جاي ان شاء الله احسن. اللعيبه دي واحد زي القندوسي وواحد زي محمد اشرف، اللعيبه تبدا بقى تخش في همه الدوري، ترجع بقى لجو الدوري وافريقيا وتنسى كاس العالم للانديه تماما، تطلع من ذهنها. انت عندك مباراه يوم الثلاث مع اسوان، هتبقى مباراه صعبه جدا في اسوان، يعني هم هيرجعوا من السودان على اسوان على طول، مش هيروحوا القاهره. فالاهلي محتاج الفتره الجايه تدوير. يعني مباراه زي مباراه اسوان انا رايي يدي محمد اشرف، وده هنبقى ليه حلقه تانيه طبعا هقول لكم رايي في التشكيله المفروض يلعب بها مباراه اسوان. لكن النهارده بقول لكم نتيجه يعني ما تزعلش جمهور الاهلي جامد، والاهلي راجع من كاس العالم انديه بطوله كبيره، طبيعي المستوى هينزل، وعلى حظك ان انت راجع من كاس العالم على مباراه الهلال وفي السودان، فكان طبيعي الاهلي مش هتشوفه في التوب فورم. ليه بقول لكم الجيل الذهبي خسران في السودان دي 3-0، لان 1-0 وانت من خطا فردي، فده ما يزعلش، يعني خطا فردي من محمد الشناوي، انت مش ككوره والماتشات طول عمرها في السودان هو الشكل الاهلي بيبقى كده. لكن
اللي زعل تاني حكام افريقيا يا جماعه، مش عارف لحد امتى هتن التحكيم في افريقيا مش بخير. انا بقول لكم هو ما يستطيعش على نتيجه المباراه، يعني ضربه الجزاء دي كانت ضربه جزاء صحيح، لكن في كور كده يعني من الوقت اللي بيضيع ده يا جماعه، اللي ازاي الحكم لازم نشوفه طريقه ان احنا نخلص من موضوع تضييع الوقت ده. يا اما تدي اللاعب انذار اللي بيضيع وقت، يا اما تزود في وقت بدل ضياع ادي ربع ساعه. ايه المشكله؟ زي ما شفنا في كاس العالم. الحل في افريقيا انت تعمل نظام كاس العالم من رايي. الوقت اللي بيضيع بالفعل ده تعوضه، احسب وقت بدل ضيع على قد، لو هتحسب حتى نص ساعه عشان نخلصوا من الموال تضييع الوقت في افريقيا ده، لان يعني الموضوع بامانه ممل جامد. لكن تاني هارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله بقول لكم الجمهور الاهلي ما يقلقش على النادي الاهلي. الاهلي ان شاء الله هيوصل دور الثمانيه مستريح. على الجانب الاخر عشان ما كناش عملنا بقى حاجه على نادي الزمالك، الزمالك يقترب من الخروج الافريقي كالعاده. الزمالك بتعادلوا مع المريخ السوداني بالامس 0-0، واخد نقطة من مباراتين، مباراة على ملعبه مع شباب بلوزداد ومباراة تانية خارج ملعبه. فموقف الزمالك بيتصعب، انت عنده الترجي التونسي المباراة الجاية في تونس يوم السبت، هيبقى في نفس يوم مباراة الاهلي مع صن داونز. بالنسبة كبيرة بقول لكم الزمالك هيخسر، لان يا جماعة اللي مش عايزين نقولوا من اللعيبة رجالة ولا مش رجالة. الخامة بتاعت لعيبة الزمالك خامة مش كويس. انت افضل لاعب عندك كان امام عاشور ومشيته، حاليا لعيبه الزمالك كلها شكل بعض بما فيهم احمد سيد زيزو. انا شايفه لاعب مصطنع، لاعب مش موهوب يا جماعه. احمد سيد زيزو انا رايي كده هو لاعب مصطنع، لياقته البدنيه عاليه بس، لكن كمهاره انه يعمل لك حلول يلعب لك كره مش متوقعه مش هتلاقيه. الزمالك ما فيهوش حد موهوب غير شيكابالا، وشيكابالا عمره ما هتلاقيه في المباريات كلها، مش هيديك. ما انت ده عنده 40 سنه، فمش هتلاقيه في كل مباراه هتلاقيه بنفس المستوى، طبيعي البدني بتاعه قليل. فبقول لكم الزمالك السنه دي انا رايي ما تنتظروش حاجه غير بقى حاجات من عند ربنا، لاعب ناشئ يطلع في مركز 8 زي ما حصل السنه اللي فاتت. لقينا مره واحده طالعين حسام عبد المجيد مع نيمار مع يوسف اسامه نبيه، مع ان الاهلي كان واقع. ده السبب الاكبر ان الاهلي كان مستواه بينزل، فالزمالك خد دفعه فخد الدوري. لكن السنه دي يا جماعه كعناصر فرديه غير المدير الفني الداهيه بتاعهم فريرا اللي انا مش مقتنع بيه تماما. لكن عناصر الفرديه في الزمالك انا مش شايف فيهم ولا عنصر يعني ينفع يلعب نادي الزمالك. انا بقول لك ده لو فور النادي ده كله انا ما اتمناش حد فيهم يجي الاهلي غير لو ممكن حسام عبد المجيد، وكان امام عاشور قبل ما يمشي، وادي امام عاشور مشي. يعني ما فيش بالنسبه لي حد خامه كويسه في الزمالك حاليا غير حسام عبد المجيد. احمد سيد زوزنا بقول لكم لعيب عادي بالنسبه لي، هو لعيب عادي والله، واقل من يعني مش بلاش واقل من العادي، لاعب عادي مش اللاعب اللي بيصنع الفرق اللي انت تخاف منه. ده الا لو ان بقول لك ده لو جه الاهلي بالنسبه لي برضه نوعيه باك اليمين نفس زيه زي طاهر محمد طاهر، ما يفرقش عن طاهر حاجه. فبقول لكم الزمالك في انهيار، ما تقدروش حاجه منه السنه دي في افريقيا ولا في الدوري. الموضوع بقى مش موضوع اللعيبه كله طالع يقول اللعيبه مش رجاله، اللعيبه المفروض كانت تبقى رجاله اكتر من كده، كل حاجه هنشيلها رجاله ولا مش رجاله. لا يا جماعه هي دي عناصر كمواهب، اللي مواهب في الزمالك حاليا وحشه. ده تشكيله امبارح فيها لعيبه كتير ما تلعبش الزمالك. محمد طارق مع احترامي ليه الناشئ كورته قليله على نادي الزمالك، دونجا مش عارف يقف على رجله، اشرف روى اللي بينزل الشوط الثاني ما يلعبش في اي نادي في الدوري، ده كان ودوه اعاره اساسا يا جماعه في الجيش محمد اشرف روى ده وما لعبش اساس. يعني انت رجعته الزمالك بامانه انا مش فاهم. عندك محمد عبد الشافي داخل على 40 سنه، عمر جابر ما يلعبش نادي الزمالك نهائي. كل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك حاليا والله لعيبه مستوى اقل من مستوى نادي الزمالك. فانا بقول لكم الزمالك في جميع الالعاب السنه دي واقع، اذا كان قدم اذا كان طايره اذا كان سله، اللهم الا اليد، لان الاهلي واقع في اليد. العناصر الفرديه في النادي الاهلي مش كويس. فالنادي اللعبه الوحيده اللي الزمالك متفوق فيها بسبب الاهلي مش بسبب ان هو قوي هي اليد، واكبر دليل ان هو ما خدش افريقيا السنه دي في اليد، مع ان الزمالك طول عمره في اليد معروف اقوى فريق في افريقيا، بس لانه مستواه في النازل ما خدش افريقيا. فبقول لكم النادي الاهلي نادي الزمالك ولا اسف نادي الزمالك السنه ما تنتظروش منه حاجه. وحابب اقول لكم بنسبه كبيره الزمالك هيخسر المباراه الجايه، هتبقى مباراه النهايه ليه، ان هو هيخسرها من الترجي في تونس كما هو متوقع. هيبقى عندك نقطه واحده من ثلاث مباريات، تبقى بنسبه 90% اذا كان لم يكن 100% الزمالك خارج افريقيا. وده بقول لكم يشيلها مجلس الاداره اللي هو رجع فيريرا، واللي هو جاب 10 صفقات ولا فيهم صفقه تنفع في نادي الزمالك، وكله طالع يشتكي على الثلاث صفقات اللي فاضلين. إيه يعني بدل ما يبقى عندكم 10 صفقات فاشله بقى عند في الزمالك هيبقى في 13 صفقه فاشله؟ ده اللي انتوا كله طالع صياح عليها. اما سمعنا ان هم خلاص هيلعبوا مع الزمالك بدايه من يوم الاحد الكرنات هتوصل، هنشوفهم بقى اللعيبه الجديده دي يا رب يوفقهم. لكن بقول لكم ما تنتظروش حاجه من نادي الزمالك خصوصا في افريقيا. الزمالك مستواه لا يرقى ان هو يتاهل من دور المجموعات. طب اقول لكم ده الاحصائيه بيقولوا الزمالك ده 8 مباراه على التوالي في افريقيا يا جماعه ما يكسبهاش، يعني بقى له 3 سنين في افريقيا ما بيكسبش في دوري المجموعات. الناس لازم تحط يعني تبقى تحط نفسها في ارض الواقع، ما تضحكوش على الجمهور ان كله يشيلوها ان اللعيبه مش رجاله. لا يا جماعه الفكره ان المواهب الصفقات كلها ما ترقاش نادي الزمالك، مش موضوع لا رجاله ولا مش رجاله. الصفقات مش على قد نادي الزمالك، مش معنى ان هم فازوا على سموحه ان خلاص الزمالك عاد.
لما اسوان بيكسب مباريات، حرس الحدود مع كابتن احمد يوم بيكسب مباريات، طبيعي الزمالك هتكسب مباريات. مش معنى انك كسبت مباراه ان انت رجعت، ما كل الانديه بتكسب. الداخليه ما كسب مباريات، مش معنى كده ان خلاص الداخليه بقى فريق كبير وراجع لمستواه. طبيعي هتكسب مباراه، وكسب سموحه كله قال لك الزمالك راجع، لكن كله انا كنت من اكتر الناس المتاكد ان خلاص لا ده مباراه عادي يعني. طبيعي انك هتكسب مباراه في النص، لكن الزمالك كعناصر فرديه الزمالك حاليا من أسوأ الأجيال اللي جت على تاريخ الزمالك، والزمالك والفريق ده محتاج يتفور تماما من وجهة نظر. والناس لازم تحط يعني ما تضحكش على نفسها بموضوع مش شايلين كل حاجة ان اللعيبة رجالة ولا مش رجالة. لا، اللعيبة دي مش على قد مستوى نادي الزمالك. ومع نادي الزمالك وتعادلوا وقرب انتهاء من خروج الأفريقيا يكون نهاية حالاتي. وريت يا جماعة اللي يتفرج عليا يضغط الاشتراك ويفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.